اول ما تلاقي شركة جاية تقول شغل للبنات فقط خدي بعضك واجري. النهارده انا كنت بقدم استقالتي. دلوقتي انا جايه اقول لكم على شويه حاجات لو انت بنت قررت انك عايزه تنزلي تشتغلي تاخدي بالك منها في المكان اللي انت هتشتغلي فيه. وبالمره احكي لكم كده ايه اللي حصل معايا خلاني النهارده اكون ماشيه من الشغل. انا سايبه الشغل بقالي اسبوعين واشتغلت في الشغل كله 12 يوم، وفي الاخر قالوا لي لا انتي اشتغلتي 11 يوم. قرروا ان هما ما يقبضنيش اليوم اللي انا نزلت اشتغلته. النهارده وانا بحكي مع صاحبتي في الموضوع ده فقلت لها انا مش هتكلم في فلوس، فقالت لي فاطمه ما ينفعش، انتي طالما هما بيتكلموا في فلوس ومش عايزين يدوكي حقك كامل انتي بالتالي المفروض تتكلمي في فلوس وتاخدي حقك كمان. بس انا عندي وجهة نظر في الحوار ده عشان ما كانتش اول مرة اشتغل مع حد ويقرر من اللا شيء اللي هو مش هيديني حق كامل او حتى ما يبقاش عايز يديني فلوس خالص. الشخص لما مش بيبقى عايز يطلع فلوس يعني لو وقفتي على دماغك مش هيطلع الفلوس. انا الصراحة يعني انا افضل ان ربنا هو اللي ياخد لي حقي من البني ادمين اللي عقليتهم كده احسن بكتير من ان انا اقعد وناهد واخلص من طاقتي عليك. فانت دلوقتي هتروحي تجيبي لك حاجه تشربيها عشان قعدتنا النهارده مطوله. كانت اول مره ليا اشتغل في شركه، بس اللي اكتشفته ان هي اصلا مش شركه، لان انا ما كنتش عارفه نظام الشركات. يعني فكره انك تشتغلي في مكتب او تشتغلي في شركه ده بيبقى ليه نظام، مش مجرد انك بتنزلي تشتغلي تحت مدير وخلاص. بعد 10 ايام شغل في الشركه حصل كلاش بيني وبين صاحب الشركه بطريقه انا ما بقبلهاش. بصوا هقول لكم على حاجه، ودي بجد من الحاجات اللي لازم كل بنت تكون فاهماها وهي نازله تشتغل. مش المفروض تستحملي خالص الطريقه البايخه اللي مديرك بيعاملك بيها، ومش المفروض تقبلي علشان فلوس. واعرفي ان لما هاجي ازعق لعيل صغير او هاجي اتكلم مع عيل صغير هكون عارفه بتكلم معاه ازاي، ولما اتكلم مع حد كبير انا برضه هكون عارفه بتكلم معاه ازاي. فبنتي شخص كبير وواعي للكلام اللي طالع منك، فبما ان الكلام اللي طالع منك اذا كان بقى وقت عصبيه، وقت نرفزه، وقت برود، وقت ايا كان الوقت انتي مش عارفه تتحكمي فيه او هو بطريقه غير لائقه، اذن انتي فيكي حاجه غلط. انا كانت نقطتي ان انا استحاله اشتغل مع حد هو مش مدرك هو في انهي بوزيشن وهو بيتعامل ازاي. خلونا نرجع تاني للنقطه اللي انا كنت بتكلم فيها، انه انا اتعاملت بطريقه مش لذيذه، وبمقابل ده انا ما كنتش غلطانه ولا غلطه واحده صغيره، ولكن انا قلت ادي فرصة تانية للمكان. ودي كانت الغلطة الوحيدة اللي انا عملتها في حق نفسي، ان انا اديت فرصة تانية. بس خليني عشان اكون فعلا متأكدة انه لا في هنا حاجة غلط بتحصل. اشتغلت بالظبط يومين عشان وقتها بقى ما يحصلش كلاش بيني وبين اي حد، بس اسمع حاجات. عارفين لما تكونوا شغالين مثلا في صيدلية، انا اشتغلت في صيدليه قبل كده واتنصب عليا برضه المهم شغالين مثلا في صيدليه وتلاقوا الدكتور الصيدلي بيطلع مثلا ادويه منتهيه الصلاحيه، او بيطلع عنده مثلا ادويه ما ينفعش تكون موجوده، او انه يتقال كلام قصادك عن الشغل حسسك انه في حاجه غلط، وفي النهايه هتحصل حاجه غلط كبير قوي انا مش قادره لها. ده بالظبط الاحساس اللي وصل لي. كل الحاجات اللي انا عماله اقولها لك دي انا مش بقولها لك عشان طالعه اقول لك بصي حصل معايا ايه، انا بقولها لك عشان انا طالعه اقول لك ركزي انتي بتشتغلي في مكان، الناس اللي في المكان بيعاملوك ازاي، صاحب المكان داير المكان ازاي. لان انا المكان اللي كنت شغاله فيه ما كانش فيه اداره، ما كانش فيه اداره خالص، وكان كل شويه حد يطلع بكلمه حد يطلع بكلمه يقول حاجه والتاني يطلع ان فيها لخبطه كتير قوي انا ما كنتش فايقه لها الصراحه. وحصل ان انا جيت خلاص قلت لهم مش هكمل في الشغل وخلاص ماشيه، وقعدت اسبوعين والمفروض اجي اخد قبضي، مع ان البنات كانوا في الشغل قبضوا، يعني كانوا قبضوا قبلها بكذا يوم، بس هم قالوا لي تعالي يوم 15. النهارده كام يا ستي كل؟ النهارده 15 في الشهر. رحت بالورقه والقلم في كذا كذا كذا. عارفين لما تكونوا بتكلموا مع حد زي ما قلت لكم في اول فيديو هو عارف ان هو هيطلع لكم ده بس، فاللي هو بقى ايه هتروحي كده تيجي كده تكلمي في حقك. بصوا انا كنت لسه بقول والله العظيم انه انا ما عنديش مشكله، انا لما بغلط في حاجه انا اكيد اول واحده هرجع اعترف بغلطها وهعترف وهقول حتى لو اللي قدامي ما اكتشفش ان انا غلطانه. ليه؟ لان انا بالنسبه لي ان انا اتحاسب كده عيني عينك في غلطي اهون بالنسبه لي بكتير من ان استغفلك ويجي ربنا يحاسبني عليها بعدين، يحاسبني على غلطه ويحاسبني ان انا ظلمتك او جيت على حقك في حاجه. مش انا ابدا الشخصيه دي الحمد لله يعني.
فالمهم ان انا لقيت الكلام بيروح برضه ان هم انت ليكي 600 جنيه دول. هم 600 جنيه. عادي. لما اشتغلت في صيدليه مع البني ادم المهزأ ده قبل كده، يعني ما شاء الله برضه كان متمسك بارقام غريبه، ارقام غريبه، بس عشان اهو مش عايز يطلع فلوس. طب بتشغل ليه ناس عندك؟ ليه بتشغل ناس عندك وانت مش ناوي تقبضهم، او انت مستني اي غلطه منهم عشان اخد منهم حقهم؟ ده فين؟ طلعت من الشغلانه وانا طول الطريق اقسم بالله دي احلى لحظه واكتر لحظه بحبها، ان انا حد يظلمني او ان انا حد يجي عليا وينتصر لنفسه بقى ان هو معاه الصح، وانا افضل احاسبن عليه طول الطريق. يا سلام، بحس برضا. اقسم بالله بحس برضا لفكره ان انت بس الظالم وانت مش انت انتصرت لنفسك. خلينا بقى نشوف في الاخر مين فعلا اللي هيطلع معاه الحق. فتعالي اقولك على تالي 3 حاجات تعمليهم لو انتي نازله تشتغلي جديد. اول حاجه، ما تصاحبيش صحاب الشغل. بس انا مش دول اللي انا قصدي اقول لكم عليهم، مش صحاب الشغل، انا بتكلم انتوا ما تصاحبوش صحاب الشغل. ما تصاحبيش المديره، ما تصاحبيش مرات المدير. فاهمين انتوا؟ انا الحمد لله الحاجات اللي انا جايه اقولها لكم النهارده دي انا ما غلطتش فيها بشكل دايركت. يعني انا كنت بعز اشخاص ما كانش المفروض ان انا يعني اعزهم بالشكل ده، بس الحمد لله عشان انا شخصيه بحاول على قد ما اقدر ان انا احافظ على حدودي واحافظ على برستيجي ومكاني، فما تعدتش على ده. بس هنا النقطه في ايه اللي انا جايه اقول لك عليها، ما ينفعش نوطد العلاقات. ليه؟ لان للاسف ده ممكن يخلي عشم بين الاطراف. ممكن الموظفه ذات نفسها تبقى فاكره ان عادي، دي صاحبتي، دي بتتعامل بود، دي طريقتها لذيذه قوي، فتمادى اخد اجازه من غير ما اقول، او ان انا احس بقى ان هو عادي، يعني ما احنا كلنا زي بعض هنا. ان صاحبه الشغل تيجي عليكي في حاجه علشان هي شايفه ان انتوا صحاب او ان انتوا بنات زي بعض او ان الدنيا تمام مفيش اي مشكله فيها، ده غلط. والمفروض ان احنا نحافظ بين فكره انه احنا اشخاص محترمه كبيره واعيه، وان انت بنت انا بحبها وبحترمها ولو الدنيا لذيذه مفيش اي مشكله، لكن ستيل انا محافظه على كوني انا موظفه في المكان بتاعك. انت اكيد مش هتخربي مكانك عشاني، وانا اكيد مش هاجي على نفسي وكرامتي عشانك. بالمناسبه انا دلوقتي بتكلم عن لو صاحبه الشغل ست، يعني لو صاحب الشغل راجل اكيد مش هنصاحبه. تاني حاجة حبيبة قلبي، أنا للأسف الشديد عندي نقطة كده، ودي كانت سبب من المشاكل اللي خلتني أسيب الشغل، أو مكانتش هي السبب، يعني مش هنكدب على بعض، كان في أسباب كتير قوي تانية. إنه أنا أوقات بتعامل بود زيادة، أو بحس إن هو عادي مش قصدهم، مش عارفة إيه الكلام ده كله. طيب يحصل خلاف بينك وبين حد في الشغل أيا كان الحد ده مين، لما نيجي نحل الخلاف بنحل الخلاف مع الشخص اللي اختلف معانا، مش بيبعت حد يصلح الموضوع علشان يمكن اسباب شخصية يعني بالنسبة له. هنا بتيجي المحافظة على حقوقك وعلى مكانتك قصاد نفسك على الاقل. فلو حد هيخش وسيط بيبقى بيمثل دوره كوسيط، مش كشخص بيعتذر عن حاجة هو ما عملهاش. وانا هنا بتكلم لاني انا شفت للاسف الشديد ان الموضوع ده بيحصل كتير قوي، بس انا باين ما كنتش اخده بالي ان في شخص بيعمل غلطه ويجري ومعتمد على حد تاني ان هو هيصلح الدنيا من وراه، ومش مشكله بقى ايه اللي يحصل. دي اهم من اي حاجه، انتي اهم من الشغل، اهم من الفلوس، اهم من نفسيه اي حد جه على نفسيتك. وانا عندي حاجه كده في دماغي بحس ان هو لو انا ما خفتش على نفسي ولو انا ما حافظتش على كرامتي محدش هيجي يحافظ لي عليها. ثالث نقطة، ودي انا كنت اتكلمت عنها شوية في الفيديو اللي فات بتاع برضو الحاجات اللي تاخدي بالك منها وانتي نازلة تشتغلي، هي انك تكلمي وتعرفي كويس قوي ايه حقوقك وواجباتك في الشغل. انا هفضل اعيد وازيد في الموضوع ده كتير جدا. انتي اخدت بالك من اول لحظة دخلتي فيها المكان اللي هتشتغلي فيه ان في سيستم، ان في والله 1+1 بيساوي 2. عجبكم مش عجبكم خلاص. مش كل يوم بقرارات جديدة، مش كل يوم حد يقول قرار والتاني يطلع ينفيه، محدش عارف انت هتروح امتى وتيجي امتى، او مثلا ايه سيبيها كده طولي نص ساعة زيادة، امشي دلوقتي وبتعالي بكرة بدري، لا ولا. دي حاجات لازم تكوني عارفاها من داي 1 ليكي في الشركة، من قبل ما تمضي العقد. انه قبل اي حاجة اعرفي ان لو انت حتى مناسب بالنسبة لك انك تيجي على نفسك دلوقتي، احتمال بكره ما يبقاش مناسب بالنسبه لك، واحتمال بكره يبقى هم شايفين ان انت بقيتي تقبلي اي حاجه. كنت شغاله مع بني ادم مهزأ عايز يمشي الدنيا على دماغه، طز انت فيكي حتى لو تفضلي شغاله طول اليوم من غير اي فلوس زياده.
بالمناسبه دي كانت اول نصبايه في حياتي. بس كده شكرا، واتمنى ان شاء الله ان انتوا محدش فيكم يقع مع ناس ما عندهاش ضمير. انه اولا واخيرا تبقي انتي اول واحده تاخدي بالك من نفسك. حاسه ان انا محتاجه اقول الكلام ده لنفسي.